السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، ازيكم، وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. طبعا الفيديو بتاع النهاردة يعني يعتبر مش فيديو حمام متخصص في الحمام، لكن الفيديو ده عشان أشكركم الأزمة الصحية اللي أنا مريت بيها. الفيديو القصير اللي أنا صورته حوالي 20 ثانية، في ناس شافته وفي ناس ما شافتوش. طبعا بشكر كل الناس اللي سألت عليا، سواء مكالمات تليفونية او كتبت على التعليقات. انا فعلا كنت محتاج الدعاء بتاعكم. الحكاية ان انا في يوم السبت اللي فات اشتريت شوية حاجات وانا طالع السلم طالع البيت، حسيت بوجع جامد في صدري. الحمد لله والشكر لله، يعني ايه، رحت المستشفى، قعدت حوالي 8 ساعات. اتعلق لي محاليل. طبعا هو مستشفى قلب، يعني مستشفى قلب كويسه، يعني هي مستشفى حكومي لكن طوارئ، يعني هو قسم الطوارئ لحد ما ايه. طبعا ما فيش وقت ان انت تروح للطبيب خاص. هياخد وقت في الحجز، وفي بعضهم المشاهير بياخد مثلا قول بعد شهر ونص وكده، فطبعا ما فيش غير ان انت تروح مستشفى عام. لكن المستشفى اللي دي الحمد لله متخصصه في القلب، فعملوا الاسعافات الاوليه والتحاليل اللازمة. كان طبعا النتيجة لما رحت بعدها بيوم، تاني يوم رحت للدكتور بره، قال لي ان دي كانت ذبحة. وطبعا اللي حجز لي احد المتابعين القناة او الناس اللي بيشوفونا، الناس اللي بيحبونا، اللي بنشكرهم جميعا يا رب، اللي سألهم واللي ما سألوش. بجد بجد وحشتوني والله، ووحشني الحمام. طبعا انا بقالي من يومها انا ما طلعتش للحمام، النهارده الاربع من يوم السبت، لكن انا طالع مش عشان الحمام، انا طالع عشان اشكر الناس اللي سألت عليا، والناس اللي لسه ما تعرفش برضو بعذرهم، لان مش كل الناس بتشوف الفيديوهات الشورتس. نشكر برضو اخونا اللي هو اهتم وان هو حجز لي عند الطبيب. والله اخ من المنصورة حجز لي هنا في دمياط عند الدكتور في دمياط عندنا، لان هو اشفق عليا من ان انا اسافر المنصورة وانا في الحالة دي. يشكر جدا ان هو حجز لي هنا، والحمد لله طلع دكتور كويس برضو. لكن برضو اللي انا بقول لكم، انا بصراحة يعني الفيديو ده انا عامله ان انا انتوا وحشتوني. انا حاسس كده ان مش انتوا اللي شايفيني، ان انا اللي شايفكم دلوقتي. بجد انا احساسي ان انا شايف الناس اللي بيشوفوني دلوقتي. ما اعرفش ليه بقى، يعني هو يعني انا نادرا من الظهور ان انا بظهر على القناة، لكن انا حبيت ان انا اشوفكم وتشوفوني. ويا ربي ربنا ما يوريش حد حاجة وحشة ان شاء الله باذن الله. الصحة يا جماعة، الصحة ما يعرفش قيمتها غير اللي جرب التعب. وطبعا هو صاحبنا ده اللي هو برضه حجز لي عند الطبيب، انا ما استأذنتش منه ان انا اذكر اسمه، ان هو قال لي ان التعب اللي جاني من الحمام. لكن انا بحب اعرفه، يمكن ناس كتير ما تعرفش ان انا كنت عامل قسطرة قلب من حوالي 7 سنين. و ده شيء بيتكرر يعني ايه على مراحل متباعدة، لكن المرة دي ان هي الموضوع كان طول شوية. الازمة او الذبحة دي الالم بتاعها استمر حوالي من 6 ل 8 ساعات، مش متذكر بالظبط، بس طبعا كانت بتخف تدريجيا لحد بعد 8 ساعات الحمد لله ان هي اختفت. لحد ما قدرت تاني يوم ان انا اروح لدكتور التاني اللي هو الخاص، اللي هو صديقي ده حجز لي عنده، اللي هو طبعا معرفة من قناة الحمام دي، اللي هي عرفتني بناس كويسين كتير والله اقسم بالله. الناس اللي عرفتهم عن طريق القناة ومن الحمام اصدقاء بيسألوا عليا، وناس كتير عرضوا مساعداتهم، وناس عرضوا ان هم فلوس. انا مش بطلب حاجة من حد وما باخدش حاجة من حد عشان ما حدش يفتكر حاجة زي كده، الحمد لله مستورة. لكن السؤال يا جماعة، السؤال والدعاء، انا كنت بس طلبت منكم انكم تدعوا لي، ويمكن دعوة حد فيكم هي اللي تكون سبب ان ربنا يستجاب لدعاء، وان ربنا يشفيني، وان انا ارجع تاني اشوف الحمام اللي هو وحشني زي ما انتوا وحشتوني، وامر مرة كده بس ايه على الحمام بتاعنا برضو، ابص عليه نظرة. مش هعمل حاجة يعني، هو اولادي هم بيعملهم الحمد لله. انا مش هعمل حاجة، بس هبص كده بص على الحمام
برضو ملحوظة يعني ملاحظات، طبعا الغاوي غير ابنك غير بنتك غير يعني اللي ملوش في الحمام يعني نبص بس بصة كده. لكن برضو كنت احب اتأسف للناس اللي ما كانتش عارفة ان انا ما ردتش على التعليقات. ليه؟ في ناس كتبت لي تعليقات كتير، فانا من يومها انا ما ردتش على تعليقات ومكالمات برضو ما ردتش عليها. انا في غالبا او دايما ان انا برد على كل التعليقات وبرد على كل المكالمات، مفيش حاجة اسمها ما بردش عليها. لكن يا جماعة اعذروني، الازمة الصحية الازمة كانت شديدة عليا، فما كنتش اقدر ان انا ارد على حد، فما حدش يزعل مني ارجوكم ان انا الفيديو ده عشان كده. تعالوا بقى نشوف الحمام. طبعا دي السلكات الحديد يا جماعة اللي كلكم عارفينها، اللي كنا بعنا الحمام اللي فيها كله. يعني ايه، سكننا حمام جديد وحمام قديم اللي هو ما كنتش احب ان انا ابيعه يعني لحد منهم. القص ده، القص التقيل ده، القص التقيل ده اللي هو كان بيبيض 3 و4 بيضات النتاية اهو يا جماعة. برضو ما بعتوش لسبب، لو شفنا حضرتك النتاية اللي فوق دي تقيلة، طبعا هم ما كانوش يعرفوا من الحكاية دي ولادي. انا كنت باخد البيض بتاعه احضنه، هو يعني ايه بيبيض بيض بحجم كبير. المرة دي كانوا بيضوا 3 على زي ما هم قالوا لي. وطبعا زي ما حضرتك شايف انا ملاحظت اهو ان الايه البيض اتكسر تحتهم، فالريش معكوك اهو من بطن النتاية اللي فوق دي. البيضة اتكسرت ولزقت، فطبعا هم شالوا من الطاجن ونزلوه ونقلوا من البيضة، الله اعلم هم نقلوه فين. فضل بطين وكسروا بيضة. الطاجن اهوت هم سايبينه اهو مكان فعلا البيضة المكسور. تمام. هنا برضو رائد على حصى ان شاء الله، بس اما اقول لكم كده ان شاء الله نعرض يعني 5 قصوص 4 قصوص كده للبيع. لكن طبعا ما عادش فيه صحة يا جماعة، اعذروني ان انا اشحن لحد، مش هقدر حاليا. اللي هيبقى كده ان شاء الله يبقى يجي يستلمهم ان شاء الله بنفسه. وهنا برضو ان شاء الله رائد على الحصى. وده القص ده، القص ده جديد اهو، القص ده لسه محص اول حصوايه اهو. وهنا ده قص ده برضو رائد، يعتبر قرب البيض بتاعه يفقس، وده من حوالي اسبوع يعني قبل انا ما الاصابه اللي عندي بفتره قليله. وهنا ده يعني بصراحه انا وحشني الحمام، فانا حبيت ابص على الحمام معاكم يعني. من زمان ما شفتش الحمام، مش هقدر حتى لو قال لي ان انت تبعد عن الحمام وان ده السبب، برضه مش هقدر. احاول ان انا البس كمامة بعد كده وانا طالع بس للحمام. ان شاء الله يحصوا قريب. ده هنا القص ده مع زغلول ومحصي فوق هنا اهوت. ده الرف الداخلي يا جماعة. وهنا تحت برضو كده القص السيلفر التاني ده شغال جديد من اللي هي انتاج السيلفر اللي هو القص القديم هوريهولك دلوقتي. وهنا برضو القص ده بيحضر العيش اهوت. وهنا ده برضو رائد على حصى، قرب الحصى يفقس. وده مع زغاليل وان شاء الله بيحضر العيش. طبعا هم عندي الولاد يعني حاطين لهم قش، يعني ايه بيقولوا القش بيدفي في الشتاء شويه عن الرمله والتحديق اللي احنا بنحطه. هي وجهات نظر، وهو فعلا القش بيدفي يعني. وده برضو قص من اللي هو اللحم السلفر برضو، اللي هو من انتاج اللحم السلفر. هو كان عندي قص واحد بس شغال، ده ان شاء الله بنجوزهم لبعض ان شاء الله يحصوا قريب. ده القص الاساسي اللي هو كان شغال. انا خدت زغاليلهم عشان اريحهم، لان حسيت ان هم خسوا من كتر ما خدت منهم بيض وخدت منهم زغاليل. يعني معلش معذرة ان كان الكلام بطيء شوية، انا هحاول اسرع الفيديو شوية. يعني اعذروني اللي انا قايم منه فبرضه بيبطئ الكلام شوية. ده اللي هو ابو الانتاج اللي عندي كله، القص ده. وده برضو
تحته بيض اهوت، ما شاء الله لا قوة الا بالله. وده هنا معاه زغاليل بسم الله ما شاء الله، وبرضه بيجهز العش هناك اهوت. طبعا هو حاطين له قش زي ما قلت لك، بيقولوا القش بيعمل حافز للحمام ان هو يبيض يعني. شايف ايه رأيكم في المعلومة دي؟ وهنا برضو القص ده معاه زغاليل برضو لسه صغيرة، مفروض هنا يحطوا طاجن تاني كمان. الحمام ده ممكن يبيض في اي وقت، يكون قدامه الطاجن هنا في المكان ده. وده تحته حصى ان شاء الله. وده هنا تحته معاه زغلولين، وان شاء الله يحص تاني. طبعا هو معاه زغلول زاجل، زغلول زاجل وزغلول لحم بسم الله ما شاء الله عليهم، ما شاء الله ربنا يبارك. وده برضو تحته حصى. اظن يعني ايه كفاية اللي احنا شفناهم دول ولا ايه؟ كفاية كده. يعني عشان ايه يعذروني بقى اني مش قادر النهاردة اتكلم في حاجات عن الحمام كتير، لكن كفاية ان انا شفتكم وشفتوني ان شاء الله. وبشكركم مرة تانية على حسن المتابعة، وبشكر كل اللي سألني وكل اللي ما سألنيش وكل اللي يعرف بالحالة الصحية. لكن انا حبيت اقول ان انا الفيديو ده عشان اعتذر للناس اللي هي كتبت تعليقات وسألت اسئلة وانا ما جاوبتش عليهم، لان بقى التعليقات كتيرة وانا ما ردتش عليها بصراحة. وكمان المكالمات التليفونية يا جماعة، وارجوكم المكالمات التليفونية يا جماعة، يمكن يعني الدكتور قال لي ما تتكلمش كتير، فهي المكالمات التليفونيه بتتعبني. فرجاء يعني لو حد يكلمني واتس، ان انا عشان بس ايه الحاله الصحيه اللي انا فيها مطلوب مني الراحه اكتر وقت ممكن يعني. بس كده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.